من عروس البحر المتوسط من قلب اسكندرية. وبما اني اسكندرانية كان لازم اعمل الحجازية الاسكندرانية. الحجازية على اصولها من قلب اسكندرية بكل اسرار وتكات اهل اسكندرية الكرام. يلا بينا نعمل النهاردة الحجازية على طريقة اهل اسكندرية. ان شاء الله الفيديو يعجبكم. دمتم حلوين وفي القلب محفوظين. اسكندرية مشهورة جدا بالحجازية، عشان الحجازية عندنا مش اي حاجة ومش اي كلام. فيلا بينا نعمله احلى حجازية على طريقة الجودة الاسكندرانية. ونقول بقى ايه، اهي حجازية الجودة اهي. قبل ما تكملوا الفيديو متنسوش تحطوا اللايك والكومنت والشير وتفعلوا الجرس الكلي عشان يوصل لكم كل جديد. المقادير اللي معايا 2 كوباية سميد، 2 كوباية دقيق ابيض، تمام، نص كوباية سكر. هسيب لكم المقادير في الديسكريبشن تحت. يبقى 2 كوباية دقيق سميد، 2 كوباية دقيق ابيض، نص كوباية سكر ورشة ملح. هحط كمان نص كوباية مية دافية، عليها معلقة سكر صغيرة، معلقة خميرة كبيرة، وهقلبهم مع بعض واسيب الكلام ده لحد ما يختمر. تمام. ده طبعا علشان نشوف جودة الخميرة بتاعتنا. نقول تاني، 2 كوباية دقيق سميد، 2 كوباية دقيق ابيض، نص كوباية سكر، رشة ملح، نص كوباية مية دافية، معلقة خميرة كبيرة، معلقة سكر صغير. كل الكلام ده كده هيتحط فوق بعضه. تمام كده. هغطي بس الخميرة لحد ما تختمر. معايا كمان كوباية سمنة على زيت، نص كوباية سمنة ونص كوباية زيت. الكوباية مختلطة، مش الحجازية ما تنفعش بالزيت بس او بالسمنة بس، لازم تتعمل مختلطة. الحجازية ما ينفعش تتعمل بالزبدة. تمام كده. هبتدي بقى كده ان انا اعمل ايه، ابس العجينة بايديا. ومش عايزين نعجن، ما تعجنيش زي البيتزا، احنا عايزين نبس بس العجينة كده بايدينا عشان ما تتحولش معانا لعجين. يبقى 2 كوباية دقيق سميد، 2 كوباية دقيق ابيض، نص كوباية سكر ورشة ملح. الخميرة معلقة خميرة كبيرة، على نص كوباية مية دافية، على معلقة سكر صغيرة. هحط كل الكلام ده على بعضه وهحط عليهم كوباية سمنة مخلوطة بزيت، نص سمنة على نص زيت. تمام. هنبسبس كده العجينة بايدينا زي ما انتوا شايفين كده، وهنزودها نص كوباية مية دافية لحد ما هتحصلي على القوام اللي هنشوفه مع بعض دلوقتي. اهم حاجة ان العجينة بتتبسبس مش بتتعجن. انا قلت لكم تتبسبس اهي عشان تحطوا ايه، تتبسبس دي في دماغكم كده علشان ما تبوظوهاش. تمام. اهي بفضل كده ابسبس كده العجينة لحد ما ايه، ما اعرف اشكلها. يعني هوريكم في الاخر يعني العجينة سمكها بيكون عامل ازاي. بس المقادير دي مظبوطة بالمسطرة، فانت تقدري تاخديها كده بالمسطرة. تمام. اهي بصوا بقى، انا هبتدي كده اشوف العجينه معايا. بصوا بتتشكل معايا ازاي، زي البسكوت، زي عجينه البسكوت. تمام. هنا خلاص بقى هبتدي كده ان انا افردها كده في الصينيه بتاعتي، وهغطيها وهسيبها تخمر. اقل حاجه للتخمير نص ساعه، واحسن حاجه ساعه، ساعه ونص كده. طيب نيجي نعمل الحشوه بتاعه الحجازيه. كوبايه سميد، كوبايه سكر، و3 معالق كبار قرفه، ومعلقة كاكاو خام، ودي ما بتتحطش في الوصفة الأصلية، احنا بنحطوها في البيوت علشان بس اللون بتاع الحجازية. لكن في الحلوانية والناس برا مش بيحطوها. حابة تشيليها شيليها. الأصلي بتاعنا أو الأساسي كوباية السميد، كوباية السكر، 3 معالق كبار قرفة. هنقلب بقى الكلام ده كله كده كويس جدا ايه مع بعض. تمام كده. طيب بعد كده هنعمل ايه بقى، هنحط معلقة مية تدريجيا لحد ما تتحول معانا زي الرملة المبلولة. تمام. هنا انا زودت معلقة كاكاو خام عشان اعلي اللون. تمام. هي ما بتأثرش في الطعم على فكرة، بتعلي بس اللون. هقلب بقى الكلام ده كويس جدا مع بعضه. تنسوش بقى ايه تحطوا اللايك والكومنت
وتشيروا الفيديو علشان الناس اكتر تتفرج عليه كده وتستفيد. الحجازية مش صعبة، الحجازية سهلة جدا، بس لازم تتبعي الخطوات بالظبط والتفاصيل. تمام. هنا بقى المية ما تنزلهاش مرة واحدة، واحدة 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 كده بالمعلقة، علشان احنا مش عايزينها عجينة، احنا عايزينها تبقى عاملة زي الرملة المبلولة. هوريكم دلوقتي تبقى عاملة ازاي. بصوا لحد ما تتحول معاكي لكده، عاملة زي الرملة المبلولة بالظبط. وكده جهزنا مع بعض ايه الحشوة بتاعتنا. طيب هنا بقى بعد ما العجينة عدى عليها ساعة اهي، بصوا شكلها حلو وريحتها كانت فظيعة. هبتدي بقى ان انا اقسم العجينة دي نصين عشان تبقى ايه مظبوطة معاكي، علشان هنحط نص اللي تحت يكون قد النص اللي فوق، ما تطلعش معاكي ايه حتة يعني تحت اضخم من فوق او فوق اضخم من تحت. هنيجي بقى للحظة اللي بتحير الشعب المصري كله، ان احنا ازاي هنعمل اللي فوق يبقى زي اللي تحت، وازاي هحط فوق وما يمسكش في اللي تحت والموال بتاع الحجازية ده. بصوا اسهل طريقة تقدري تعمليها الطريقة دي، ان انتي الصينية اللي هتحطي فيها هتجيبي ورق زبدة. طب يا جدع انا ما عنديش ورق زبدة، كيس بلاستيك تغلفيه كده في الصينية، كيس نايلون كده تحطيه في الصينية، وتفردي العجينة كويس جدا جدا في الصينية، لان الطبقة دي هنشيلها كلها كده بورق الزبدة، وهي اللي هتتحط فوق عشان تبقى سهلة بالنسبة لك. تمام. اتبعي بس معايا الخطوات ان شاء الله. انا حاولت اعملها بطريقة سهلة جدا علشان اي حد نفسه يعملها وقلقان، انا بعملها اهو وانتوا اشطر مني بكتير. فطالما انا عملتها يبقى انتوا هتعملوها احسن مني 100 مرة. فيلا بقى ايه، هنفردها كده مع بعض كويس جدا كده على ورق الزبدة، وافردي حلو علشان خاطر ايه تغلفي كده الصينية كويس جدا بيها. تمام. بعد كده بقى هشيل بقى الطبقه ديت كده، ودي الطبقه اللي انا ايه هحطها فوق اهي، شيلها بقى على جنب. بصوا بقى بقت سهله بالنسبه لي ازاي. طب ليه بعمل كده؟ علشان يبقى السمك اللي تحت زي السمك اللي فوق، ما تفضليش بقى ايه تفردي حته حته وتبقى غلبه عليك. زي ما قلت لك ما عندكيش ورق زبده تقدري تعمليها في كيس بلاستيك. هنا بقى ايه هبتدي افرد نص العجينه التاني كده في الصينيه بتاعتي. طبعا الصواني كل ما تصغري الصينيه هتطلع معاكي تخينه، كل ما تكبري الصينيه تطلع معاكي رفيعه. هبتدي بقى ايه افرد كده الحشوه على العجينه بتاعتي. الحشوه دي على فكره طلعت كتير على الصينيه، فانا خدت حبه شلتهم في التلاجة هبقى اعمل بيهم قرص وكده. فانتوا لو عملتوا المقدار وتفضل منكم ممكن تعملوا صينيه حجازيه كمان، او تكبروا الصينيه بتاعتكم، بس انا دي اكبر صينيه عندي، ما عنديش صينيه اكبر من كده، وما كنتش هينفع اعمل تاني لان كان ما عنديش دقيق سميد، فقلت اعمل بيهم قرص بقى. خلاص بقى فردت طبقه العجينه من تحت، هفرد بقى ايه الحشوه بتاعتي اللي بالحجازيه، وكانت ريحتها فظيعه يا جماعه. طب يا جدع الحجازيه بتخش في الفرن ازاي؟ بتخش على فرن متسخن مسبقا، يعني انا قبل ما اشتغل فيها سخنت الفرن كويس جدا. بندخلها في الرف الوسطاني على درجة حرارة 180 لحد ايه ما تلاقي كده الجوانب احمرت وبدأت تحمر من فوق. حسيتيها عايزة الشواية هنولع عليها الشواية. هنا بقى اللحظة الحاسمة اللي انا عمالة اقول هقلبها ازاي هقلبها ازاي. بصوا كنت خايفة. شاطرة يا بنتي يا جادة والله العظيم، والله انتي بصي انتي فظيعة والله، بتدلعي نفسك يا جماعة. انا هعمل ايه طيب؟ هو حد هيعبرني؟ طيب انتوا هتعبروني؟ لو انتوا هتعبروني خلاص. طب ليه بتقعدي تشكري كده؟ عشان في حاجات صعبة يا جماعة، في حاجات يعني ايه احنا ما اتمرناش عليها في صغرنا. يعني انا الحجازية دي ما اتمرنتش عليها يعني وانا صغيرة، وانا اساسا صغيرة، فهتمرن عليها امتى؟ فلما بتعملي بقى حاجة تحسي كده ان ايه ان هي صعبة ومش اي حد بيعملها وتطلع فظيعة وخطيرة ورهيبة، فلازم تبقي تقولي لنفسك ايه ان انتي ما حصلتيش، وان انتي 100 وعشرة على 10. بس اللحظة دي بقى كنت عايزة اقول ايه، او ماي جاد I want to cry. لو حد بقى ايه بيفهم انجلش ترانسليشن يا جماعة، حد بقى ايه ترجم او ماي جاد I want to cry. اللحظة اللي كنت بقلب فيها كنت عايزة اقول كده بالظبط. طبعا هترجم يعني ايه يا رب انا اريد ان ابكي يا رب.
يا الهي اريد ان ابكي. عشان خاطر ايه؟ كنت خايفة اصل لحظة القلبة دي لو اتقلبت غلط باظت الحجازية يا جدعان. طيب هنا بعمل ايه بقى؟ خلاص بقى الطبقة التانية بعد ما حطيتها فردتها كويس جدا، وبعد كده ببتدي كده بالشوكة ان انا ايه اخرم كده الحجازية بتاعتي عشان ما تنفش قوي، عشان انا مش عايزاها تخمر تاني في الفرن. وبعد كده ببتدي اعمل خطوط بالطول وبالعرض عشان تدينا الشكل القمر التحفة اللي انتوا بتشوفوه في الحجازية. طيب باعمل ايه كمان قبل ما بدخلها؟ بقطعها. لازم تقطعي الحجازية قبل ما تدخليها، عشان الحجازية لو قطعتيها بعد ما تطلعيها هتفرفط منك وهتفرفر وهتعمل كده اهو. مش هتعرفي تاكليها، فكده احسن حاجة يعني. تمام. لو عجبتكم بقى الوصفة بتاعت النهاردة وحسيتوا يعني من جواكوا وضميركوا أنبكوا كده ان انتوا تحطولي لايك وكومنت حلو علشان الفيديو يترفع، هستناكوا بقى اشوف ايه رأيكوا ايه ان شاء الله. وطبعا برحب بكل المتابعين الجداد، اهلا وسهلا بيكم. يا رب اكون عند حسن ظنكم وتكونوا بتستفيدوا في الوصفات يعني. طبعا انا ما بطلعش بره المطبخ لان انا قناتي مطبخ، وعايزه اقول لكم ان المطبخ ده هوايه وحب يعني، وانا لاقيه نفسي فيه. انا ناس كتير اول ما فتحت القناه عرضوا عليا ان انا اعمل حاجات كتير غير الاكل او اعملها شامله، بس انا ده ده يعني انا بلاقي نفسي في ده. فانا بحب جدا ايه ان انا اعمل فيديوهات الاكل يعني. وده لا يمنع ان انا ممكن ايه لو عملت فيديو مشتريات او رحت مكان ان شاء الله اعمل لكم فيديو مختلف. هنا بقى الحجازية بتقعد في الفرن 30 دقيقة بالظبط وبتكون استوت. زي ما قلتلك بتحطيها في الرف الوسطاني على فرن متسخن مسبقا على درجة حرارة 180 لحد ما تحمر كده من الجوانب، تبتدي تحمر من فوق. احمرت لوحدها كان بها، ما احمرتش هنولع عليها الشواية. واهي اهي حجازية جدجودة اهي. اكتبولي بقى في الكومنتات الجملة ديت، اشوف بقى ايه بيتفرج على الفيديو لاخره كده. بصوا بقى عايزه اقول لكم والله يا جماعه كان طعمها فظيع، كانت حلوه جدا، طعمها طلع تحفه كانك شارياها من بره بالظبط. وعلى فكره حجازيه اسكندريه ما بتتسقاش بالشربات، هي دي الطريقه الاصليه بتاعتنا اللي بنعملها كده ايه دايما، وبتطلع خطيره فظيعه رهيبه ملهاش حل. مع كوباية بقى شاي بلبن، شاي سادة، كوفي، اي حاجة من الحاجات دي مية مية وزي الفل. بس كده، ايه رأيكم بقى؟ طبعا فيديوهات المطبخ لازم ندوق، لازم ندوق يا جماعة. الا في رمضان بقى مش بعرف ادوق في رمضان حاجة. وادي وصفة الحجازية الاسكندراني اللي من غير شربات، اللي اتعملت في ثواني بطريقة سهلة بطريقة بسيطة. هاتي نص كيلو دقيق، نص كيلو سميد، عمل معايا الكمية دي كلها. دول يعني بالظبط، ان طبعا نص الكيلو فيه حوالي 3 كوبايات دقيق و3 كوبايات سميد، فيا دوبك هيعملوا معاكي صينية الحجازية القمر التحفة دي. زي ما انتوا شايفين طالعة مقرمشة وطرية وزي الفل. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.